السلام عليكم البنات، جوسبر تكونوا مزيانين يا ربي. اليوم ان شاء الله نتقسم معكم هاد الفطائر او هاد المسمنات اللي معمرين اللي كيجيو ساهلين تحت طلب بعض الاخوات. ما فيها لا العجين ما حتى حاجه، وفريمون كيجيو ساهلين ومزيونين، وواحد التقرمشه ما نهضروش عليها. وبالنسبه للحشوه هي راه خلاص. بقاو معايا حتى الاخر لا فيديو ونقول لكم الحشوه ديالها باش عمرتها. سيختو دابا رمضان على الابواب، ان شاء الله كنحتاجوا هاد المملحات. على خليكم على فيديو ومع طريقه التحضير. بالنسبه للبنات هنايا خديت المقلاة اللي غادي نطيب فيها، وعملت فيه طبعا زيت البلديه، وديجا كنت شلت هاد البصله صغيره. وبالنسبه للبنات، بالنسبه للحشوات او لاي حاجه لا بغيتو تجي البنه في الماكله، هي خاصكم تخليو البصله تذوب تطيب مزيان تاخد ديك اللون الذهبي، عاد غتبقاو تضيفوا داكشي اخر. دابا غادي نخليها تتقلى مزيان البصله ديالي. البنات تاخدات داك اللون الذهبي تتقلات ليا مزيان، وعاد غادي نضيف فلفل احمر. انا كان عندي متوفر غير هذا الاحمر، نتوما الا توفرت اخو تقدروا تضيفوه. وحتى هو نخليه عاوتاني تقلى لي مزيان مع البصله. فوالا نبقى نحرك فيه مع التحريك المستمر باش ما يتحرقش، وعلى النار هادئه. فوالا هنايا كانت تقلى لي الفلفل مع البصله مزيان. ودابا غادي نضيف ليها شويه ديال الكفته اصلا كيبقى على حسب الافراد الاسره شحال ما بغيتو تعملوا. وغادي نخليها تتندمج ليا مع البصله والفلفل. وغادي نضيف شويه ديال الملح على حسب الذوق. وغنضيف شويه ديال بودغ ثوم بودره. وغادي نحرك مزيان حتى تاخد لي تشرب لي داك الملحه وداك الثوم بودر. ونخليها تشحر شويه مزيان. وابخي غادي نضيف عليها ديجا اللي كان عندي الجزر، ديجا كنت حكيته كيجي فيها مزيونه في هاد الحشوه. نحاول ندخلها مع الكفته ونضيف شويه الزيتون ديجا كنت قطعته طريفات صغار. وصافي هنايا جبرتيني كنحاول ندخل ديك كاروت مع الكفته ومع كل شيء باش يندمجوا لي مع بعضياتهم. ودابا غادي نضيف التوابل. وبالنسبه للتوابل عندي ملعقه صغيره ديال الكركم، وملعقه صغيره ديال السكينجبير، وملعقه صغيره ديال فلفل اسود، والتحميره عاوتاني ملعقه ديال التحميره. فوالا هنايا غادي نضيف شويه ديال لاصوص طوماط. وصافي غادي نحاول ندخل داك العطريه في الحشوه ديالي ونخليها حتى تشحر. وبالنسبه للالات ديال هاد الحشوه اللي كتجي لكم لذيذه، غادي نعطيكم السر ديالها في الاخر، نقول لكم شنو كنضيف ليها. وهنايا البنات ما تنساوش عملت ملعقه ديال الزعتر حتى هي كيعطيها واحد اللوغو مزيون. والسوجه حتى هي السوجه عاوتاني كتواتى مع هاد الحشوه، كتجي مزيونه كتجي لذيذه بزاف. وعاد ابخي غادي نقول لكم السر ديالها اللي كتجي بنينه. جميع الحشوات الا ضفتوا ليها فريمون كتجي واعره. وصافي غادي نشد عليها نخليها شي 3 ولا 4 دقائق ونجي معاكم. وبالنسبه للبنات انا كنضيف ليها الحشوات ديالي كاملين، كنضيف ماسكاربون. نتوما تقدروا تضيفوا اي الجبن عندكم، الا ما حضرش اي جبن تقدروا تضيفوا غير مثلا لا باشكيري الا كان عندكم حاضر. الوغ انا دائما كنطيب هاد الماسكاربون هذا، كيعطي البنه الحشوات فريمون الا جربتوها غادي تشكروني عليها.
وصافي ضفت داك ماسكاربون ودخلتها في الحشوه ديالي مزيان، ونخليها من 6 حتى ل 5 دقائق، ما تفوتش في الطياب ديالها، راه ديجا اصلا طيبه. ونرجع معكم ان شاء الله. كتجي فيها واحد التعليكه البنات بلا ما نقول لكم، عرفت واحد الريحه طالعه منها والله صراحه ما تشبعوش منها. الوغ هذه هي الورقه اللي غادي نستعمل، ما تعجنوا ما والو، سهلت عليكم الطريقه البنات، جربوها راه صراحه اكيد غادي تعجبكم وغادي تنال الاعجاب ديالكم ان شاء الله. انا غادي نضيف هاد الورقه، نتوما تقدروا تضيفوا اي ورقه عندكم زعما متوفره عندكم في الدار. فوالا غادي ندهنها بشويه الزيت، وابخي غادي نعمر ما نحاول ما امكن باش ما يجيش لا فيديو كبير بزاف. غادي نعمر معكم واحد جوج نتنيهم معاكم، وابخي ان شاء الله باش ما يجيكمش لا فيديو ممل كبير بزاف. وبالنسبه لهنا البنات رانا كنعمر في الحشوه ديالي، وغادي نضيف هاد الفرماج هذا، راه فريمون كيعطيها واحد اللوغو خطير. انا كنعملهم حتى في لي سيجار اولا في بريوات، كيعطيها واحد اللوغو خطير، كنتمنى تجربوه. وبالنسبه لهنايا صافي كنعملها شويه الزيت وغادي نتنيها، وصافي غادي نطيبها في هاد المقلاة هادو. ديجا عملت فيهم شويه الزويته وكنقلب فيهم، وصراحه البنات واحد التقرميشه، واحد المذاق عجيب. كنتمنى تجربوها وتبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصحاب باش ان شاء الله يعمل فائده. اللي دخلت عندي جديده عند القناه ديالي ما تنسيش تشاركي في القناه باش ان شاء الله يا ربي يدعموني، القناه ديالي تزيد تكبر ان شاء الله، ونعطيكم كل نهار ان شاء الله نبقى نحط لكم لا فيديو جديد. وهادو هما المسمنات اللي كيجيو مزيونين وساهلين، ما فيهم لا تماره لا حاجه. كنتمنى تجربوهم ويتنال الاعجاب ديالكم. ما تنسوش من الدعم ديالكم البنات. يلا خليتكم في امان الله وحفظه، ان شاء الله الى فيديو قادم ان شاء الله.